ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. بقالي فترة بجيب كتب من الصفحات اللي بتشتغل في الكتب المستعملة والقديمة. من ساعة ما بدأت أجيب الكتب دي وأنا كل شوية بيصادفني أنواع كتير من الكتب بتفاجئني وبستمتع بيها وبدخل معاها عالم تاني. ده غير إن ساعات الكتب دي بتبقى عاملة زي الآثار، شكل الخط اللي مكتوبة بيه، لون الورق المصفر، شكل رسومات الغلاف، كل ده بيخلي للكتب دي قيمة عالية جدا بالنسبة لي. وساعات طبعا بجيب كتب مبعرفش أقراها، يا إما لأنها مكتوبة بشكل أكاديمي أو جاف خالي من روح الأدب، أو يكون موضوعها غير ما توقعت تماما. لكن ده في الحقيقة بيبقى قليل مقارنة بكمية الكتب اللي بيبقى الحصول عليها هو حدث سعيد ومهم جدا بالنسبة لي، زي الكتاب اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة، وهو كتاب هارون الرشيد للمفكر والأديب أحمد أمين. الكتاب صدر في طبعته الأولى سنة 1951 عن دار الهلال، وهتلاقوا منه طبعات كتير على مدى السنين. وفوجئت كمان إن الكتاب موجود على أبجد. والحقيقة إن اسم أحمد أمين هو اسم جاذب بالنسبة لي طول الوقت. أي حاجة كتبها بدور عليها، عندي إعجاب خاص بشخصيته وبمشواره الأدبي، وبتواصل جدا مع طريقته في التعبير اللي اختار إن هو يخليها بسيطة وسلسة في كتاب هارون الرشيد. وده رغم قدرته على الكتابة بأفخم لغة عربية ممكنة، وبكل الأشكال العلمية والأكاديمية اللي كتب بيها أعمال تانية، زي سلسلة ضحى الإسلام وظهر الإسلام وفجر الإسلام، الكتب الفكرية المهمة اللي ظهرت فيها مقدرته كأكاديمي وباحث ومفكر. لكن بشوف إنه شيء عظيم إنه يحط كل ده على جنب ويقرر إنه هو يحكي حكاية هارون الرشيد بشكل الحدوتة البسيطة الممتعة، وده مع التركيز على تركيبة شخصية هارون الرشيد أكتر من فكرة سرد حقبة تاريخية معينة. وأعتقد إن ده اللي خلى الكتاب يوصل لكتير من القراء ويفضل ينزل منه طبعات طول الوقت. طريقة الكتابة اللي كان قصدها أحمد أمين وقال عنها: قد عمدت إلى كتابته بأسلوب عصري سهل يناسب جمهور القراء، فلم أتعمق فيه تعمقا يجعله ثقيلا، ولا أغرقته بذكر المصادر كما يفعل الجامعيون. وإن الكاتب يقرر يبسط الكتابة رغم امتلاكه لكل أدوات التعمق، ده يخلي أسلوبه قوي ومؤثر حتى لو اختار الشكل البسيط في التعبير، غير خالص لما يبقى أصلا ما عندوش غير الأمور البسيطة اللي تخلي المحتوى سطحي. وكتاب هارون الرشيد لأحمد أمين هو فعلا كتاب مبسط لكن عظمة. بيبتدي بمقدمة لذيذة جدا بيعبر فيها الكاتب عن فرحته بطلب دار الهلال منه إنه يكتب كتاب عن هارون الرشيد، وده لأنه بيحب شخصية هارون الرشيد وشغوف بيها، وبيشوفها شخصية محظوظة لدرجة إنه في المقدمة بيتمنى لكتابه عن هارون الرشيد حظ زي حظ هارون الرشيد. وبعد مقدمة الكتاب بنلاقي صفحة فيها شجرة عيلة هارون الرشيد اللي بتبين إن جده الأكبر هو سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدها ياخدك الكاتب لعدد بسيط من الصفحات زي تمهيد كده بيتكلم فيه عن الدولة العباسية اللي كان من حكامها هارون الرشيد، وإزاي الدولة دي جت بعد الدولة الأموية، وعمل مقارنة خفيفة كده بين الدولة الأموية والعباسية بتبين الاختلاف الظاهر بين الدولتين. ومن أهم الاختلافات اللي عرضها الكاتب هو إن الدولة الأموية كان حكمها عربي بالشكل القبلي في الحكم، المعتمد على أسلوب حكم القبيلة العربية بمميزاته وعيوبه. أما العباسيين فكانوا بيحكموا البلاد بالنظام الفارسي بما فيه من فخامة وبروتوكول. وبعد المقارنة دي بنلاقي صفحة فيها صورة جميلة مرسومة لهارون الرشيد بريشة الفنان جبران خليل جبران، واللي بعدها يدخل بينا الكاتب على طول على خلافة هارون الرشيد ويوصف شكل الخلافة. وصف بسيط وسريع لقطاعات الدولة المختلفة، زي الوزارات الموجودة، ميزانية الدولة كانت بتتصرف ازاي وفي ايه، شكل القضاء، الزراعة، الجيش، وأمور كتير مر عليها الكاتب أحمد أمين بشكل عابر. وده لأن الهدف من عرضها مش هي في حد ذاتها، لكن هو إنه يدخل القارئ في هذا الزمن بكل تفاصيله وينقله شكل وطبيعة الحكم وقتها، عشان يقدر بعد كده يعرض ويحلل معاه شخصية هارون الرشيد ويفسر الشخصية ضمن ظروف عصرها. وده الخط الأساسي في الكتاب، فك لغز شخصية هارون الرشيد اللي وصفه الكاتب وقال: كان الرشيد مثقفا ثقافة واسعة، كبير العقل، عالي الهمة، كريم النفس، ولكنه من ناحية العاطفية كان حاد المزاج. يكون في مجلس وعظ ودين فيتدين ويفرط في التدين ويصلي 100 ركعة في اليوم، ويكون في مجلس غناء أو شراب فيملكان عليه قلبه
يغضب فلا حد لغضبه ويعفو حتى لا يظن الظان أنه لا يعاقب. ويستمر الكاتب في وصف شخصية الرشيد مع وصف كمان لطبيعة الحياة في بغداد عاصمة الخلافة في عصره، وصف للحياة الاجتماعية وتأثرها بالفرس في تقاليدهم وأعيادهم ونظام حياتهم، ومظاهر الطرف الغريبة اللي كانت موجودة في بغداد ولو وقفت عندها واندهشت. يعني مثلا كانوا بيأكلوا الفراخ جوز ولوز ويشربوه لبن، ده أكل الفراخ، فتخيلوا بقى أكل البني آدمين كان عامل إزاي. ويوصف كمان أحمد أمين إزاي انتشرت الألعاب الرياضية في عهد هارون الرشيد، زي اللعب بالسيف والترس وسباق الخيل، وكمان لعبة الشطرنج والزهر. أما العلوم فكانت في قمتها في عهد هارون الرشيد، كل العلماء الكبار في كل المجالات كانوا موجودين في بغداد اللي كانت عاصمة للعلم ومدينة متطورة أكتر من الغرب وأوروبا اللي كانوا وقتها بينبهروا بهارون الرشيد وبينبهروا بحضارة وعلم بغداد، لدرجة إن الرشيد كان له علاقة قوية مع إمبراطور فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكان متعود يبعت له وفود بهدايا كتير. وفي مرة بعت له بوصلة وساعة، تخض الإمبراطور وافتكر هو وحاشيته إن الساعة دي فيها شياطين بتحركها. ويستمر أحمد أمين على مدار الكتاب في رسم صورة بغداد الجميلة اللي أطلقوا عليها عروس الأقطار الإسلامية، وإزاي إنها كانت عاصمة للطرف والنعيم، وتم تخطيطها على إنها كمدينة تبقى بشكل دائري وليها 4 مداخل ب4 أبواب، كل باب عليه قبة مرتفعة جدا. وحول بغداد كمان كان فيه خندق كبير لحمايتها، وفي نصها تماما بني قصر ذهبي اسمه قصر الذهب، موجود حوالين القصر ده المسجد الجامع وقصور الأمراء ودواوين الحكومة. ده كان الشكل العام للعاصمة بغداد اللي كان من أهم سماتها الجمال في كل حاجة، جناين في كل حتة، موجود فيها شجر مميز جابوه من بلاد مختلفة، والزهور كانت منتشرة في الحدائق بشكل مبهر للناس، لدرجة إن في تجار كانوا بيقفلوا محلاتهم في موسم الورد، والناس كانت عارفة لغة الورود وكل نوع ورد بيعبر عن إيه. وزي ما حكى أحمد أمين كانت بغداد في وقت هارون الرشيد زي باريس بعد كده في فرنسا. واتفاجئت لما عرفت إن سيدات بغداد كانوا بينطقوا الراء بلدغة زي اللغة الفرنسية، وإنهم كانوا بيعتبروا طريقة النطق دي نوع من الرقة المحمودة في السيدات. ويقول الكاتب: أصيب أهل بغداد بالغرور والإدلال ببلدتهم، حتى قالوا فلان تبغدد، أي تلطف وترقق، وشاعت هذه الكلمة إلى عصرنا هذا. تخيلوا إن لفظ البغدادة اللي احنا بنستخدمه في العامية جاي أصلا من اسم مدينة بغداد. ويوصف الكاتب كل تفاصيل الرفاهية الموجودة في بغداد، وكأنه بيدخلك في الجو العام لحكم الرشيد اللي فضل طول الكتاب مش بس مشغول بشخصيته، لا كمان بيحللها وله وجهة نظر فيها، ويسأل سؤال: ليه الغرب عرفوا وصل لهم أخبار عن هارون الرشيد أكتر من أي خليفة تاني؟ مفسر أحمد أمين ده بسببين. السبب الأول هو إنه كان له علاقات تجارية وسياسية واسعة مع ملوك أوروبا. أما السبب التاني فهو كتاب ألف ليلة وليلة اللي وصف هارون الرشيد ومجالسه في قصصه وحكاياته، والكتاب اترجم للغات كتير ووصل للعالم كله. وهنا بيسأل أحمد أمين سؤال تاني: طب اشمعنى هارون الرشيد اللي اتكتب عنه في ألف ليلة وليلة رغم وجود خلفاء كتير أهم وأعدل منه؟ وجهة نظر الكاتب أحمد أمين وتفسيره للموضوع ده هو إن أول ترجمة اتعملت للجزء الخاص ببغداد في كتاب ألف ليلة وليلة كانت اتعملت في عهد الرشيد، فيمكن كان نوع من تملق المؤلفين والمترجمين لهارون الرشيد فزودوا كتابات وبالغوا في الحفاوة بالرشيد وهم بيترجموا الكتاب، أو إن هارون الرشيد نفسه لما عرف إن الكتاب بيترجم أكرم المترجمين بالعطايا والهدايا عشان يكتبوا عنه، وإن ده يكون نوع من الدعاية الإيجابية ليه. سواء كان التفسير ده دقيق أو لأ، فمنقدرش نختلف على إن من حظ هارون الرشيد إن كتاب ألف ليلة وليلة انتشر جدا في الغرب، استفادوا في دراسته وتحليله واعتبروه مصدر مهم لعصره. ويأكد أحمد أمين على حسن حظ هارون الرشيد ويقول: ربما كانت شهرته أكبر منه وحظه أكبر من صفاته، والحق أن العشر الأولين من الخلفاء العباسيين كانوا كلهم عظاما، وكان لكل منهم ميزة في تأسيس الدولة العباسية، ولكن لم ينل أحد من الحظ ما نال الرشيد. وكمان حط الكاتب في اعتباره وهو بيحلل شخصية الرشيد ويعرضها على القارئ فكرة التناقضات الموجودة في كلام كتب التاريخ عن هارون الرشيد بشكل يدعو إلى عدم تصديق كل الصور اللي نقلت عنه. وشرح الكاتب ده في فصل صغير سماه صورتان، وقال إن في فرق كبير بين صورة الرشيد اللي بيوصفها علماء التاريخ زي الطبري وابن خلدون، وبين الصورة اللي بتوصفها كتب زي ألف ليلة وليلة أو كتاب الأغاني. فصورة المؤرخين بتعكس رجل جاد بشكل كبير يتخلل الجدية شوية هلس كده،
لكن الكتب زي ألف ليلة وليلة والأغاني بتمثل الرشيد في صورة لاهية طول الوقت. ووجهة نظر الكاتب إن هارون الرشيد ولا كان مسرف في اللهو والطرف بالشكل المذكور في الكتب، ولا برضه كان جاد ومجتهد طول الوقت، لكنه كان خليط بين الاتنين. واللي خلى فيه صورتين عكس بعض في التاريخ عن هارون الرشيد هو إن الرشيد كان صاحب عاطفة حادة، وده اللي أكده الكاتب أكتر من مرة على مدار الكتاب، إن طبيعة عاطفة هارون الرشيد الحادة هي اللي كانت بتخليه لما يدخل في حالة معينة يجيب آخرها. يعني لو حس بعاطفة دينية قوية يصلي كتير ويبكي جدا من درس ديني مؤثر، يحج مشي. وعلى العكس لما نفسه تسعد بغنى حلو أو شعر جميل بتغلب عليه الدنيا ويسرف في مجالس اللهو. وحتى عاطفته الحربية كانت ساعات تبقى قوية جدا ومسيطرة عليه في أوقات، فيتولى قيادة الجيش بنفسه ويحارب ويخطط ويضيف بشكل إيجابي للجيش. فصفة العاطفة الحادة القوية دي هي اللي أرجع ليها الكاتب كل الصفات والأخبار المتناقضة اللي نقلت عن هارون الرشيد. ويمكن أكتر جزء وضح فيه الكاتب طبيعة عاطفة هارون الرشيد الحادة هو الجزء الأخير من الكتاب، لما حكى وتأمل أحمد أمين أكبر أزمتين واجههم هارون الرشيد أثناء خلافته، وأولهم أزمة أسرة البرامكة، ودي الأسرة اللي كان ليها الفضل الأكبر في تمكن هارون الرشيد من الحكم والخلافة. البرامكة كانوا السند الأكبر ليه في سنين حكمه، والأزمة اللي حصلت بينهم وبين هارون الرشيد اهتزت ليها بغداد والدولة الإسلامية كلها. وده اللي هنتكلم عنه ونستفيد فيه أكتر في الحلقة الجاية، نتأمل جانب أعمق من شخصية هارون الرشيد اللي ظهر في أكبر أزمات حياته، الأزمات اللي هتبين لنا هارون الرشيد الأب والإنسان، صفة الحكمة الموجودة في شخصيته، الحسابات اللي مش دايما بتطلع صح. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.